مرحبا، كيفكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله بخير. اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما شفتوا بالفيديو الماضي كيف غيرت ديكور غرفة أليكس وماريتا ورجعتها مثل ما كانت اول ما سكننا، وبصراحة هيك حسيتها احلى وارتب بكثير من قبل. بس اذا بتتذكروا قلت لكم بدي اشتري لهم شوية لوحات والحافات جديدة لحتى هيك رتبها اكثر وتطلع احلى. فامبارحة نزلت على السوق واشتريت كم غرض للغرفة وكمان شغلات للبيت، مع انه صراحة كنت حابة اني اصور فيديو واخذكم معي ونتسوق انا وياكم، بس بصراحه صارت نزلت السوق هيك يعني على السريع وما كنت ناوي انه انا اشتري. بس لما شفت حالي انه خلص يا بنت صرتي بالسوق وزرتي على المحل فاشتريهم وخلاص. بس هلا شو بدي اعمل؟ بدي فرجيكم الاشياء اللي اشتريتها. اشتريت لهم الحافات ولوحات هيك بسيطه كتير حلوين، وكمان جبت شويه شغلات للبيت، فهلا بدي فرجيكم اياها ورتبها انا وياكم سوا. بس حبايب قلبي اللي عم يشوفني لاول مره ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، ويلا نبلش. انتوا شوفوا شعراتي كيف صايرين، قال هلا من شوي لفلفتهم. حزروا من امتى؟ قبل ربع ساعة، الله وكيلكم. شوفوا دغري فلتوا، بدل ما يصيروا ملفلفين صاروا منكوشين. بس يلا عادي، هلا شوي تانية بيهدلوا وبيصيروا احلى. هلا اول شيء بدي فرجيكم الحافات اللي اخذتهم لأليكس وماريتا. انا شفت كثير الحافات انه لهم رسمات والوان وهيك شيء، بس قلت بما انه التختين بنفس الغرفه حتصير كثير معجقه، فشو عملت؟ جبت الحافين ساده بس كل واحد لون، قلت هيك بيطلع احلى. هاد لونه زهري وفستقي فاتح، يعني الاخضر الفاتح، وفي مثله زهري وازرق. بس بعثت لها صور لماريتا هاد ولا الثاني، هي اختارت هاد، قالت لي ماما بدي هاد حبيته اكثر دخيل قلبها، فلهيك جبت لها اياه لماريتا. وهو نفسه كمان جبت له اياه لأليكس، شايفين لونه رمادي فاتح ورمادي غامق. وكمان اخذت لكل واحد لوحتين لحتى احطهم فوق تختهم. شوفوا ما احلاهم هدول لماريتا، اخذت لها هي اول وحده وهي الثانيه، حسيتهم كثير حلوين. وماريتا روح قلبها هيك اشياء، هلا رح تفرح عليهم كثير. هدول لأليكس، افرجيكم اياهم. شوفوا اخذت هاد بيلبق كمان مع اللون الرمادي، شايفين هي الثانيه. قلت حتى لو في انه اصفر وازرق عادي، انه بتعطي هيك حركه للغرفه وبيطلعوا حلوين مع بعضهم. واخذت لهم كمان مخدات صغار لحتى احطهم على التخت. جبت هاي لأليكس، شايفين هاي بتصير يعني الوانها بصيروا للصبيان. واخذت وحده لماريتا نفس لون الالحاف، شايفين لونها زهري وكمان اخضر فاتح، فحسيتها كثير حلوه وكمان رح تلبق مع الالحاف. وهي الساعه الصغيره كمان بدي احطها بغرفه أليكس وماريتا بالنص، يعني بين التختين، قلت لحالي تطلع حلوه. هي صغيره مو كثير كبيره، بعلق لهم اياها على الحيط تطلع حلوه. هدول الشغلات اللي جبتهم لأليكس وماريتا، اما الباقي جبتهم للبيت. هاي العلبه كثير حبيتها، بنحط فيها شموع ولا كمان قاعده خشب، بصراحه كثير عجبتني. بحط هون شمعتين وبتجي هاي الورده بالنص، وكمان بيجي مع هذا الكيس فيه مثل الحصى لحتى نحطه هون بالارض، فبيعطي كثير منظر حلو. شايفين بعد ما حطيت الحصى صاروا كثير حلوين. حبيتها هي، قلت بحطها برا على القعده بالجنينه بتطلع كثير حلوه. وجبت كمان هي الزريعه، شايفين ما احلاها؟ حبيتها لانه القاعده منه وفيها وملزوقه يعني ما بتتحرك، فلهيك كثير عجبتني. وجبت 3 لوحات كبار شوي بشكل مستطيل لحتى احطهم بالممر اول ما بنفوت من الباب. انا عندي على اليمين حيط طويل، فقلت بجيب 3 لوحات وبحطهم بيطلع شكلهم حلو. حبيت كثير الوانهم، حسيته رح يعطوا حركه كثير حلوه. هاي اول وحده، وهاي الثانيه، وهي الثالثه. يمكن تنتين نفس الشيء بس وحده مختلفه، يمكن تنتين نفس الشيء، لا والله كل وحده شكل. شايفين؟ وجبت كمان مدات جديده للحمام اللي عندي، شايفين؟ حبيت كمان كثير الوانها. هي اخذتها سميكه شوي لحتى احطها عند البانيو لانه بتمتص كثير مي. وجبت كمان هاي بتيجي طقم مع بعضها، هي بشكير بتكون طريه لحتى اذا توسخت دغري اقدر اغسلها بالغساله، فبيكون تنظيفها سهل. اخذت كمان هي، لبقتهم مع بعضهم، هن مو طقم بس انا لبقتهم مع بعضهم، قلت بيطلعوا هيك نفس الالوان. هلا بدي ضب الاغراض واحط كل شيء مكانه واشوف كيف رح تطلع غرفه أليكس وماريتا بعد ما احط الحافات واللوحات الجديده. لفرجيكم كيف حطيت هي المده تبع البانيو هون، فاخذت كل هذا المكان، والثانيه حطيتها هون تحت المغسله، فهي الثالثه ما زاد لمكان، هي اللي بنحطها هون. فشايفين يعني هيك المساحه خلاص ما عاد تكفي. فانا شو رح اعمل؟ رح احط هي اللي زادت بحمام تبع الضيوف وبتطلع حلوه. انا حمام الضيوف عندي كثير صغيره فمالي حاطه فيها انه سجاده صغيره للحمام، بس يمكن هي بتزبط. هلا بدي اروح اجرب. شايفين هون زبطت، حطيتها هون وخلص،
لانه مثل ما قلت لكم الحمام عندي كثير صغيره، يعني يا دوب حاطه هي هون، شوفوا، وهون هي المغسله، وهون حاطه كم شغله. حطيت ادم وليام بالتخت لحتى ياخذوا القيلوله تبعهم. شوفوا ليام متسطح وعم يستنى انيز الحليب تبعه، وهذا عم بينقنق. ليش عم تنقنق؟ ليش عم تنقنق؟ هلا رايحه اسوي لك حليب، اسوي لك حليب، اعمل لك حليب تنام لانه انا بدي اشتغل. اوكي اعمل لك حليب. بدك دخيل انا شيل هي. لا 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 لا، شوفوا 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 كيف قديش اخذها. شوف لقيه. اعمل لك حليب. يلا رح اعمل لهم حليب لحتى يناموا شوي. ترى يا مامي، يلا خذ وحده يا عمري. انا ليك يلا تسطح. اخذ دبدوبه. يلا تسطح. دخيل عمرك انا. شوفوا لا بيظبط على التسطيحه تبعه. يلا تسطح. يلا تسطح. يلا حطها. خذ القنينه ليام. دخيل قلبكم انا. يلا خدها يلا خدها. شو بك؟ تعال تسطح. طيب تسطح يلا. ها هذا على طول بحب يتدلل. خذ طفي لهم التلفزيون مشان ما يلتهوا. يلا ناموا. اوكي شطورين ادم وليام. شوفوا كيف ناكتين الغرفه. هدول حافات اليكس وماريتا رح اغسلهم واضبهم واحط لهم حافاتهم الجديده. انتوا شوفوا ماريتا كم شغله بتنيم ناحيه. شايفين كل هدول بتنيمهم جنب ماريتا. بلشت افك اللوحات لحتى اعلق لهم اياهم لاليكس وماريتا، بس اكتشفت انه لوحه اليكس بتشعل ضوء. شايفين لها من هون زر وبتشعل ضوء، فقلت لها هلا لاسراء اذا ماريتا بتشوف تبع اليكس لها ضوء وهي تبعيتها ما لها ضوء ما حنخلص من لسانها اليوم. ما رح نخلص. انا شو انا ما انتبهت على فكره انه في ضوء ولا حاجه. على فكره اسراء هي اللي انتبهت قالت لي لها زر، قلت لها معناتها هي لها ضوء. ركبنا لهم بطاريه قام شعلت. شو بدنا نعمل مشان ماريتا هلا؟ والله ماريتا اليوم ما رح تنيمنا. ما حتنيمنا. ليش اليكس لها ضوء وهي لا؟ انا برايي ما تشغليها هلا حاليا ماريتا. انا بقول لحالي ما نشغلها خلص، وكأن شيئا لم يكن. خلص ما لها ضوء، هي مجرد لوحه بس. قلت لك ايه هلا عم قلها لاسراء انه بما انه هنن لوحتين قد بعض اذا بنحطهم ناح بعض مو احلى؟ هلا احنا بنجرب قبل ما نركبهم، بنجرب نشوف يا ناح بعض. ايه تعرف فرجيكي كيف يعني مثلا هيك ناح بعض. جربي لشوف مو هيك احلى؟ هلا انت نزلتيها شوي مو لا قصدي ما نعمل وحده عاليه وحده واطيه، ما حلو هيك. طب احطي نزلي هيك احلى انا برايي. هيك بالنص ارفعي شوي. واخيرا بعد عناء انا واسراء قررنا انه نحطهم هيك. حطينا وحده بالعالي وحده نازله، والساعه هون بالنص، وهون تبعت ماريتا وحده فوق وحده تحت. بس كثير اجوا حلوين. هلا هيك صاروا احلى. شايفين بعد ما حطيت الحافات صارت الغرفه كثير حلوه. وحتى هاي شايفين اجت نفس اللون بالضبط، اخضر وزهر تبع ماريتا. كثير حبيتهم. هون البيرو والكومودينات عن جد صارت هيك احلى وارتب. هلا بعد ما خلصت ورتبت الغرفه رح خلي ايكو تكنستي وتمسح لي الارض الله يرضى عليها. يلا اشتغلي. ايوه كنسيلي الارض ومسحيها. شفتوا اللوحات اللي قلت لكم عليهم الثلاثه؟ رح احطهم هون على هذا الحيط، وانا حاطه هون من قبل هي تبع المفاتيح كثير حلوه، وهون جنبها بحط اللوحات. بس الحيط اللي عندي هون باطون، يعني ما فيني ادق بسمار، لازم استعمل فردة تبخيش. بس انا شو عملت؟ غيرت الفكره، بدل ما اعلقهم رح الزقهم تلزيق. شايفين حطيت هذا اللزيق اللي بيكون بيلزق بالطرفين، رح الزقهم تلزيق على الحيط. بده يضل قاعد بحضني وما بده ينزل، كل ما عم نزله عم يبكي. امتى حتضل قاعد هون بحضني؟ ليكن خايف من هاي اللي انا عم تنظف. خايف منها؟ اكل رز وهلا عم يشرب اللبن، بده يضل قاعد هيك. شو مشان مطول؟ دخل قلبه. انا شو رايكم باللوحات بعد ما حطيتهم؟ انا بصراحه كنت حابه احطهم انه الثلاثه بصف بعض، بس اسراء وعصام قالوا لي انه هيك على التدرج بيطلعوا احلى. يعني شايفين اول ما بنفوت بصيروا بهذا الشكل،
وانا بالفعل اقتنعت بصراحه. وهلا هيك حبايب قلبي مثل ما شفتوا فرجيتكم المشتريات ورتبتها انا وياكم سوا، وهلا رح اختم معكم هذا الفيديو. بس اهم شيء ما تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين، وكمان اعملوا شير لرفقاتكم لحتى يشتركوا بقناتي. بحبكم كثير وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. سلام.